قلبي 100 بيجوا حواليا وما يحلوش، ده انا لو معي. خلينا افرجك على طراز اوروبي موجود على اراضي مصريه. اهلا بيكم في بورسعيد. الموضوع بكل بساطة ابتدأ بأمر من فرديناند ديليسيبس لحفر قناة السويس، ومن رواسب الحفر ابتدت تتكون بورسعيد. بمجرد ما المعدية بتوصل خلاص هنا بتوصل على الرصيف، الناس بتبدأ تركب وكمان العربيات بتبدأ تركب وكمان العربيات هنا، والناس بتتنقل للناحية التانية. المفروض ان احنا دلوقتي هنعدي من بورسعيد لبور فؤاد، ولكن بالفعل احنا هننتقل من قارة افريقيا لقارة تانية خالص، قارة اسيا. وهنا المعدية بتبقى من غير فلوس تماما، يعني احنا هنعدي دلوقتي من غير ما ندفع اي فلوس، المعدية ببلاش تماما. انا موجود دلوقتي في منطقه الملاحات في بور فؤاد، تحديدا جبال الملح. اول ما جيت ادخل من على البوابه قالوا لي ان مفيش دخول، في صيانه بقالها 3 ايام، ولكن انا دخلت من على الطريق اللي ورا ده، فضلت امشي كده لحد ما دخلت هنا. الملح بيبدا يجي على السير ده من تحت من ورا من عند الملاحات الرئيسيه بعد ما تنشف، وبيبدا يمشي على السير ده زي ما انتم شايفين لحد ما بيوصل للآلة دي. الآلة دي بتبدا تصبه هنا على شكل اكوام بينشفوه، او مش عارف بصراحه المراحل اللي بعد كده ايه، بس خلينا نستمتع بالمكان. المكان اجواءه جميله قوي. انت هنا في منطقه الملاحات في بور فؤاد هتلاقي هنا في بحيرات بلون بنفسجي او لون طاغي عليه اللون البينك، وده غالبا تكون بسبب زياده نسبه الملح في الميه. فالملح لما بيزيد في الميه الطحالب اللي موجوده في الميه بتطلع مركبات هي اللي بتسبب اللون البنفسجي او اللون البينك ده. المكان ده كان اول ما حد بينزل صوره فيه بيروح دماغي على طول ان المكان ده متصور بره مصر، مستحيل المكان دي يكون على اراضي مصريه، ولكن طلعت في النهايه شركه انتاج ملح محليه عاديه خالص. بيقولوا كمان ان الشركه دي كانت زمان بتصدر لليونان وبتصدر لدول كتير قوي بره مصر، لحد ما حد من العاملين في الشركه هنا طلع سر الخلطه ومن هنا وقف التصدير. ولكن الشركه مستمره في انتاج الملح عادي بشكل محلي، وغالبا بتصدر برضو بره مصر. يا جماعه احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي علشان خاطر في ناس عدت بعربيات من هنا، غالبا ناس مش عارف مدير المكان او اي حاجه قال لي انت بتعمل ايه هنا وخليك مكانك انا جاي لك، فاحنا لازم نمشي من هنا دلوقتي. انا اسف على الازعاج ده، انا بجد ما كنتش اعرف. وهي يا جماعه من بور فؤاد تحديدا مساكن هيئه العاملين في قناه السويس سابقا، البيوت والفيلا اللي تم انشائها على يد المحتل الفرنسي علشان تكون مأوى ليهم. البيوت هنا مبنيه على طراز فرنسي بشكل تام، مستحيل يجي في دماغك لو شفت الاماكن دي ان المكان ده موجود هنا في مصر، ولكن هو موجود هنا في بور فؤاد. غالبا كده انور السادات كان من محبين الرقي والهدوء، علشان كده بنى المكان اللي ورانا ده استراحه انور السادات علشان تكون مقر للرقي والاستجمام. وانت ماشي هنا ببور فؤاد مستحيل ان انت تحس ان انت ماشي هنا على اراضي مصريه، حواليك خضره، حواليك عصافير، حواليك مباني مبنيه على طراز اوروبي، كلها مشاهد ومناظر ما بنشوفهاش غير في اوروبا. بجد اراضي اوروبيه على اراضي مصريه. بورسعيد بلد جميل وغير كده وكده تاريخ. بورسعيد الاصيل حبيبي بورسعيد تمام، شرفتنا ونورتنا حبيبي. لوهله يا جماعه لقيت نفسي مش بجد انا قلت الكلمه دي كتير النهارده، بس حقيقي انا مش موجود في مصر.
مباني ابيض في ابيض في ابيض، حواليك في النص جنينه، بجد حاجه مش هتشوفها غير هنا لما تيجي بورسعيد. احنا دلوقتي موجودين في جنينه فريال. كل ما بتمشي اكتر في بورسعيد كل ما بيزيد اندهاشك وحبك للبلد. جنينه فريال دي يا جماعه اللي احنا موجودين فيها تم افتتاحها ايام ما كان الخديوي اسماعيل هو الحاكم الفعلي لمصر، وتم افتتاحها علشان خاطر تكون شاهد على افتتاح قناه السويس بعد الحفر، وحضر الافتتاح هنا كتير من ملوك وامراء حوالين العالم كله. نميز بورسعيد عن اي محافظه. بورسعيد جميله وعامه هي محاوطه ببحر، يعني من اي مكان بتطلعوا بتلاقي ميه وبتلاقي بحر، وغير كده وكده ناسها ناس طيبين وناس كويسين وفاهم وبيفهموا في كل حاجه وما بيأذوش حد. سوق السمك الجديد في بورسعيد واحد من اكبر واقدم الاسواق الموجوده هنا في بورسعيد. في السوق جوه هتلاقي انواع مختلفه جدا من السمك، وفي ناس هنا بالصلاة على النبي. اتفضل هنا تعالى. قلنا انا جبت الحلو ورزق على الله، واللي على الله كسبان، عمره ما كان ندمان. خش هنا. خش على الحلو يا ريس. السوق هتلاقي انواع كتيره ومختلفه قوي من السمك، سمك من البحر الاحمر، سمك من البحر المتوسط، انواع مختلفه اول مره في حياتك عينك تشوفها. سلطان بلدي جميل قوي، مكرونه، عيش الكورونا، جمبري، السويسي، لوت الكمان، لوت الكمان على لوحس، وطيور موسى، احلى من لحم الجاموسه اهي. هنا في السوق كل تاجر بيستخدم طريقته الخاصة علشان يحلي السمك في عينك، وده راجع لان كل الناس حواليه بتبيع سمك، ولو انت عاوز تاكل في السوق هتلاقي ناس بتسوي السمك جوه، كل اللي عليك انك تشتري السمك وبعد كده هتلاقي القعدات والناس اللي بتسوي السمك. والله انا انت اكل كابوريا معانا، والله انا حلفت انا جيت تعالى طيب. الاخطبوط بقى، احنا بتوع الممنوعات، الاخطبوط البلد، الاخطبوط البلد، احنا بتاع الفريش، بتاع الصنار الحي ده، الحي ده. انا كنت بصور جوه في السوق ولكن الشرطه دخلت بتقول لك ممنوع التصوير، مش عارف ممنوع التصوير ليه. تصريح لازم تكون صحفي عشان تصور. علشان احنا في مصر، فخلينا ننتقل لمنطقه تانية ممكن ما يكونش التصوير فيها ممنوع. جماعة انا راكب تاكسي لقيت باك اتصور بنفسه هو اللي موصلني. احترمي نفسك يا ولية، احترموا نفسكم. ما كانش ينفع نسيب بورسعيد ونمشي غير لما نجرب واحد من اقدم المحلات هنا في بورسعيد وهو سلسبيلة. وسلسبيلة واحد من اقدم المعاصر في بورسعيد، ومشهورين شهرة عالمية بصنف بيقدموه اسمه الكاساتا. والكاساتا لفظ ايطالي معناه طبقات، والكاساتا بالفعل طبقات من الايس كريم، وفي نص الايس كريم طبقة من القشطة عليها مكسرات، ومفيش اي مكان في الجمهورية بيقدم الكاساتا غير سلسبيلة. وخلاص يا جماعه للاسف يومنا خلاص خلص في بورسعيد. انا لسه لحد الان وانا ماشي عايز استكشف البلد اكتر واكتر، لان بجد اللي شفتوه ده ما يجيش 1% من جمال بورسعيد. فتعالوا يا جماعه بورسعيد بجد هتنبسطوا، واشوفكم قريب باذن الله في فيديو جديد. سلام.